عندك تيكيتات ايزي باس ومش عارف تخلص منها ازاي؟ تعال احكي لك تعمل فيها ايه. من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه ناس كتيرة خصوصا في مدينة نيويورك وما حولها وحتى ولاية نيوجيرسي الايزي باس. في اماكن كتيرة للايزي باس هي اصلا كاشلس، يعني انت هتعدي عليها بالعربية سواء انت بمزاجك او مش بمزاجك، مفيش عندك دفع كاش فيها. فلو انت عديت بالعربية هيحاسبك ويبعت لك على الميل، ولو اتأخرت في الدفع هيحط عليك فايليشنز. طيب كمان لو انت عديت من بوابة خاصة بالايزي باس وانت معكش ايزي باس في العربية، او الايزي باس ما اشتغلش او ما قراش او حاجة زي كده، هيديك كده صباح الفل $50 غرامة على التعدية الواحدة. يعني لو عندك 4 5 مرات تعدي عليهم كده ادفع لك مثلا 200 $250 كده صباح الفل، غير فلوس الايزي باس نفسه. طب تحل القصة دي ازاي؟ تعال اقول لك تعمل ايه. بص يا معلم، لازم يكون عندك حساب ايزي باس ان جود ستاندنج، يعني يكون عندك ايزي باس شغال، حساب شغال ما فيهوش مشاكل، الدفع فيه تمام والحياه فيها لطيفه. حتى لو عملت حساب جديد على فكره الموضوع ما فيهوش مشكله، المهم يكون عندك ايزي باس شغال. تخش على الايزي باس دوت تتاكد ان انت تضيف البليت نمبر بتاع العربيه، يعني العربيه اللي حصل فيها المشكله ديت بتخش تضيف البليت نمبر بتاعها. بعد كده بتكلم رقمهم وتعمل ديسبيوت، تقول لهم ان انا الاكونت بتاعي ان جود ستاندنج وان الايزي باس بتاعي ما قراش، عايز يشيل الفايليشن الموجوده على العربيه ديت. فهو بكل بساطه لو في موظف هيعملها لك وانت على التليفون، او لو مفيش موظف هيعملها لك آلي، والمفروض انها بتاخد كام يوم بعد كده بتتحل المشكله. بس تابع وما تسيبش الموضوع يكبر. المشكله اللي بتحصل الحقيقيه ان بيبقى الناس عليهم فايليشنز وعليهم مخالفات وبيسيبوها ويطنشوها، فالمخالفه بتبقى 50 مخالفه في بعض، لان كل ما بتقعد المخالفه اكتر كل ما بيحطوا عليها غرامات اكتر، وهم ما عندهمش رحمه بتاتا في موضوع المخالفات ديت. انا النهارده مثلا عندي 3 مخالفات في عربيه من عربيات الشغل مشيت من على ايزي باس، والايزي باس ما قراش عليها. التول بتاعها اصلا $1.40، يعني مش رقم كبير. بعتين لي الفاتوره الواحده ب $51.40، $50 زياده. لما بكلمهم اكتشفت ان على الحساب فيه $300 مخالفات. القصه سهله جدا زي ما حكيت، عملت ديسبيوت اونلاين على التليفون عشان هم قافلين، والسلام عليكم وعليكم السلام، والحياه بتبقى لطيفه. المهم ايه؟ نتابع. كل التحيه وكل التوفيق للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.